أهلا بيكي في حلقة جديدة من بودكاست توك أند تنت، الحلقة اللي متأكدة إنها هتلمس قلبك وهتفرق معاكي قوي إن شاء الله. كل حلقة في البودكاست ليها تجربة شخصية معايا، كل كلمة بقولها ببقى عارفة أبعادها النفسية عاملة إزاي، ببقى حاسة ومريت بكل حاجة أنا بتكلم فيها. بس الحلقة النهاردة ليها واقع مختلف عندي لأن تجربتي معاها طويلة شويتين. تخيلي معايا المشهد ده، واحدة كل يوم بتدعي يا رب أبقى ناجحة، يا رب حياتي تتغير، يا رب أبقى مرتاحة وسعيدة، يا رب ألاقي شريك حياتي اللي بالمواصفات اللي هي كذا كذا كذا. وبعد ما بتخلص الدعاء ده بترجع تعيش حياتها بنفس طريقة التفكير اللي هي متعودة عليها، بتمارس حياتها بنفس نوعية المشاعر اللي هي متعودة عليها من زمان، بتتصرف بنفس الأسلوب القديم. في الحقيقة هي لسه عايشة بهوية قديمة ما تصلحش للطلب الجديد اللي هي عايزاه. طب يعني إيه هوية أصلا؟ وإزاي ممكن أبني هوية جديدة عشان أقدر أحقق الحاجات اللي نفسي فيها؟ وإيه علاقة كل ده بالجهاز العصبي اللي احنا مهتمين بيه قوي الفترة الأخيرة؟ اسمعيني للآخر. يعني ايه هوية اصلا؟ الهوية مش اسمك ولا شكلك، الهوية هي الطريقة اللي بتفكري بيها، المشاعر اللي متعودة عليها من زمان، القرارات اللي بتاخديها بشكل عشوائي او تلقائي، يعني الحاجات اللي سهل عليك انك تعمليها وبتعمليها طول الوقت. ده الوضع التلقائي بتاعك، توقعاتك عن نفسك وعن حياتك وعن ازاي شايفة الحياة وازاي شايفة الناس، ازاي شايفة الراجل وازاي شايفة الست، ازاي شايفة انت تستاهلي ايه فعلا، مش بس كلام بتقوليه. فهويتك باختصار هي القصة اللي انت مصدقاها عن نفسك، مش اللي بتقوليها للناس او بتحاولي تبينيها وانت من جوه مش مصدقاها. فلما بتيجي تطلبي طلب جديد عليكي ما مريتيش بيه في حياتك قبل كده، مثلا حد نفسه يغير السكن اللي هو قاعد فيه، حد نفسه يبتدي يسوق عربية يبقى عنده العربية الخاصة بيه، يكون عندها مثلا فلوس كتير تقدر تعيشها في استقرار أو اكتفاء من غير ما تعتمد على حد، فانتي بتطلبي من ربنا حياة جديدة تماما، نسخة جديدة تماما مش موجود دلوقتي منها أي مؤشرات أو أي حاجة منها خالص دلوقتي، أو ليفل أعلى. ممكن أنا دلوقتي عندي اكس من الفلوس وانا عايزه يبقى عندي مثلا 5 اكس. فالسؤال المهم هنا، هل انت مستعده تعيشي كشخص عنده الحاجه دي فعلا قبل ما تحصل؟ يعني لما تدعي بالنجاح مثلا في شغلك او انك عايزه تكبري البوزيشن بتاعك في الشغل بتاعك، فمحتاجه تعيشي حاله الشخص اللي انت عايزه توصلي له، انت لسه ما وصلتلوش، عايزه تفكري بنفس تفكير الشخص اللي في البوزيشن اللي انت عايزه تروحي له، عايزه تتحملي مسؤوليه زيه بالظبط، عايزه ترفضي التقصير او العيوب بتاعه الشغل زي ما هو بيعمل بالظبط. طبعا على افتراض ان احنا بنتكلم عن وضع طبيعي سوي ما فيهوش اي مشاكل نفسيه ولا اي حاجه، يعني بنتكلم الوضع الطبيعي اللي انا عايزه اعمل له محاكاه علشان اقدر اعيش الحاله دي قبل ما تحصل. طب عارفة بقى الناس اللي كانوا بيتكلموا من فترة كده طويلة ان هم عشان انتي تبيني واثقة من نفسك لازم تاكت از او تمثلي انك واثقة من نفسك، عشان تبيني انك هادية ومش متعصبة فلازم تكبتي كده وتضغطي على نفسك عشان تبيني ان انتي هادية. عايزة تبيني ان انتي انثى فلازم تاكت از او تمثلي بانك ليكي طريقة في الكلام معينة، ليكي طريقة قعدة، ليكي نبرة صوت معينة، فانتي بتمثلي هوية معينة مش موجودة دلوقتي عشان تصدقيها، عشان تكوني مستعدة لكل أبعادها لما تحصل، وتجهزي جهازك العصبي إنه يستوعب الحالة الجديدة دي قبل ما تحصل. فعارفة بقى كل الكلام ده يمكن يكون ما اتشرحش بشكل واضح قوي، او يمكن احنا فهمناه مش صح قوي، فبدأنا نطبقه بشكل سطحي جدا من غير ما اغير معاها طريقة تفكيري، نوعية مشاعري، ابعاد كتير في الهوية دي او في الشخصية دي المفروض تتغير، مش بس الشكل الظاهري للهوية دي. فما حسيناش بالتأثير، حسيت ان انا ممكن اضحك على الناس بين قوسين، يعني ان انا شخص عنده الهوية دي، بس في الاول مجرد ما يتعاملوا معايا اكتر هيكتشفوا ان انا مش كده خالص، وان انا بس كنت برسم وش كده في الاول وخلاص، وان انا فعليا لغاية النهاردة لسه مش حاسة مثلا ان انا عندي ثقة في نفسي ولا ان انا مثلا شخص ناجح. ازاي بقى ابني هوية جديدة من غير ما الغي هويتي بقى الحقيقية؟ لان انا برضو ضد فكرة ان انا مثلا عايزة ارفض كل حاجة انا اتولدت بيها او اتربيت عليها، وكل هويتي اللي اتبنت بافكاري بمشاعري بكل حاجة انا مريت بيها. مثلا ما ينفعش تيجي تطلب مني ان انا امسح كل ده وفجأة ابقى عايز اعمل حاجة جديدة تماما مختلفة تماما. اكيد ده مش منطقي واكيد ده مش صح ومش هينفع حتى يتحقق على ارض الواقع. لكن اقدر افهم ان انا عندي هوية لكن عايزة ابتدي ازود حاجات واعدل حاجات بحيث ان هي بنفس هويتي دي بس مع شوية تعديلات تنقلني لمرحلة أعلى شوية أقدر أستوعب فيها حاجات أحسن وأكتر جودة. فأول حاجة علشان تبني هوية جديدة محتاجة تحددي إيه بقى الهوية اللي أنت عايزة تحققيها دي.
ايه الهدف اللي انت عايزه توصلي له. وما ينفعش تقولي مثلا عايزه ابقى ناجحه كمسمى عام كده، او عايزه ابقى كويسه، بني ادمه كويسه. ما ينفعش، لازم توضحيها عايزه تبقي ناجحه في ايه بالظبط، ايه مفهوم النجاح بالنسبه للهويه اللي انت عايزه توصلي لها دي. الشخصيه دي بتبقى عايشه ازاي. ممكن يكون شخص حقيقي فعلا في حياتك او في دايرتك انت شايفه ان هو ده بيحقق مفهوم النجاح، فبالتالي تبتدي تدرسي طريقه حياته ماشيه ازاي وافكاره وكده. وممكن يكون حاجه خياليه، انت متخيله ان الشخص اللي عنده الحاجه دي هتبقى افكاره بالشكل ده. هتبتدي تحددي صفات للهويه الجديده دي أو المعدلة دي في كل حالاتها. لما بتتعصب بتتصرف ازاي، لما بتحزن بتتصرف ازاي، لما بتفرح بتتعامل برضو ازاي، لو حابة تاخد قرار بتفكر فيه ازاي، اختياراتها عموما مبنية على ايه الشخص اللي ممكن يكون متواجد معاها في دايرتها القريبة سواء صديق أو شريك حياة أو أيا كان. هل هي شخصية منظمة، هل بتلتزم بكلامها ووعودها لنفسها. هتوصفي الهوية دي زي ما انت متخيلة ان هي ممكن تكون، أو زي ما انت شايفة ان في نموذج حقيقي فعلا بيجسد الهوية دي حواليكي، فتبتدي توصفيها في كل حالاتها. واكتبي الأوصاف دي عندك عشان تفضلي فاكراها وتفكري فيها بشكل أوقع أكتر. بتاكل إيه، بتقضي يومها إزاي، بتتعامل إزاي. خلي الأوصاف دي مكتوبة قدامك ومتاحة ليكي إن أنت ممكن تبصي عليها كل شوية أو كل يوم، وتقعدي تفكري إزاي ممكن تبتدي تطبقي جزء من الحاجات دي أو من الصفات دي في حياتك أنت بقى الشخصية. هل مثلا هتبدأي بخطوات صغيرة ناحية عادة جديدة، روتين معين جديد، نوعية ناس مختلفة عن الناس اللي أنت بتقضي معاهم وقت. ممكن كمان تصحي كده تقرري انه انا النهارده هاكت از او هتعامل على اساس ان انا في الهويه دي، انا في هويه الشخصيه اللي عايشه في البيت اللي هي بتحلم بيه، اللي معاها العربيه اللي هي بتحلم بيها. وتبتدي تتعاملي في يومك بناء على ان انت خلاص بقيتي الشخصيه دي. أثناء ده تقدري كمان إنك تدخلي الدعاء في الموضوع. عايزة ألجأ لربنا، عايزة أطلب منه إن هو يلهمني، يوجهني، يساعدني، يقول لي أي حاجة أو يلهمني بأي حاجة بحيث تساعدني في الطريق ده. ممكن يلهمني بأفكار مثلا عن نوعية الهوية دي أو طريقتها أكتر وأكتر، تفاصيل أكتر عنها. ممكن يلهمني بأدوات تساعدني في التخيل أو في المعايشة. وبرضه بمناسبة التخيل تقدري تدخلي الخيال في الموضوع. الخيال مؤثر جدا جدا، والعقل ما بيقدرش يفرق ما بين الخيال والحقيقة. فسهل قوي إن أنت ممكن تتخيلي موقف اتصرفتي بيه بالشخصية بتاعتك العادية، بس تتخيلي ان انت لو انت بقى بالهوية الجديدة دي كنت هتتصرفي ازاي في الموقف ده، وتبتدي تحسي الإحساس بتاع التجربة كلها، إن أنا اتصرفت بالشكل ده فحسيت كده فوصلت لكده فاتغيرت عندي الفكرة الفلانية أو اتأكدت عندي أكتر. ومهما تطلع لك أفكار بتقولك ده أي كلام، ده بس ده خيال، أنت ما زلتي عايشة في نفس الوضع وفي نفس الطريقة وبنفس الأفكار، هتغيري كل ده إزاي؟ أنت بتضحكي على نفسك، كل ده أي كلام. كل ده هتردي عليه جواكي بإن أنت بتاخديها بخطوات بسيطة لغاية أما توصلي وأنت متأكدة إنك هتوصلي للحاجة اللي أنت بتحلمي بيها. بس هي كلها هدفها إن أنا بحاول أهيئ الجهاز العصبي بتاعي إنه يستوعب حاجات أكبر وأفضل. لأن ببساطة الجهاز العصبي لما بيكون فيه اضطراب أو مشدود، ودي بتكون زي ما احنا عارفين بتبقى ليها كذا نوع، في فايت اور فلايت أو فريز. بمعنى هو ان انا اكون شخص بيهاجم او بيحارب، او ممكن اكون شخص بيهرب، او ممكن اكون شخص بيتجمد ما بيعرفش يتصرف ولا عايز يتصرف وفاقد لكل معنى ولكل احساس. فالمهم الجهاز العصبي بيمثل جوانا القدرة الاستيعابية بتاعتنا على الاحتمالات الجديدة. يعني انا دلوقتي عايزة اغير شكل حياتي، عايزة ازود حاجات، عايزة اوسع حاجات، عايزة اضيف طبقات جديدة في حياتي ما كنتش عايشاها قبل كده. فلو انا عندي جهاز عصبي مش متزن او مضطرب، دايما هوصل لنقطة معينة ومش هعدي منها، لان في خوف جوايا بيمنعني ان انا اخطي اصلا اكتر من كده. كأن الجسم متعود على ليفل معين من مثلا الدخل المادي، على ليفل معين او مستوى معين من نوعية العلاقات، وان لو في احسن من كده او اكبر من كده او اكثر جودة من كده جسمي مش هيقدر يستوعبها، هيحس بخوف، هيحس انه عايز يا اما يحارب يا اما يهرب يا اما يتجمد وما يعملش اي اكشن، فيعمل حاجه اسمها تدمير ذاتي او يلغي خالص الموضوع كله ويكنسله ويرجع تاني من الصفر. فعشان ابتدي ازود القدره الاستيعابيه بتاعتي وان ممكن يكون في احتمالات اكبر واوسع واحسن من اللي انا فيها واعيش الحياه اللي انا نفسي فيها فعلا، محتاجه اولا اتعامل مع الجهاز العصبي المضطرب ده واحاول ارجعه للاتزان، احاول احسسه بالامان، ارجعه لحاله الهدوء والسكينه على قد ما اقدر. وكمان اثناء ده ابتدي اوسع استيعابه عن طريق اني امهد له كده
بإني أعيش جوه الهوية اللي أنا نفسي أوصل لها واحدة واحدة كده وبالتدريج. باللغة اللي دارجة دلوقتي كأني بزود استحقاقي بس بطريقة فعلا عملية وواقعية وحقيقية، مش مجرد بقول كلام أصلا أنا أستحق كذا، أصلا أنا المفروض أتعامل بالشكل الفلاني. الواقع بيقول إن رؤيتي لنفسي وتقديري لنفسي واحترامي لنفسي مش في الحتة دي خالص. فلو واحدة مثلا بتدعي إن هي تتجوز شخص مثلا غني أو فيه كل المواصفات مثلا اللي مش عارفة عاملة إزاي، لكن هي في حقيقة الأمر في حياتها عموما بتقبل بأي معاملة عادي، ما عندهاش حدود، تخاف تقول رأيها، شايفة نفسها طول الوقت إنها مش كفاية، محتاجة تبرر نفسها طول الوقت، إزاي ممكن يبقى في حياتها شخص بالمواصفات دي؟ لكن لما تكون عايشة فعلا بالأفكار والمشاعر وطريقة الحياة اللي هي بتبين قد إيه هي فعلا بتحب نفسها وبتحترم نفسها وبتختار طريقة المعاملة المناسبة ليها، مش بتقبل بأي حاجة، بتعرف تحط حدود كويس قوي مش مجرد كلام، ساعتها الطبيعي والسهل جدا إن يبقى في حياتها الشخص اللي عنده نفس الكلام ده بالظبط، يقدر ينسجم معاها بسهولة. والكلام ده على فكرة بيتطبق كويس قوي في فكرة الماركتينج. أي حد شغال ماركتينج ممكن كمان يكتب لنا في الكومنتات، لازم يدرسوا شخصية العميل، هم عايزين يستهدفوا مين. أنا عايزة استهدف مثلا ستات، طب أعمارهم من سن كام لسن كام، بيحبوا إيه، عايشين إزاي، بيفكروا في إيه، احتياجاتهم إيه، طريقة تعبيرهم، كل حاجة على حسب بقى البراند اللي أنا شغال فيه. ببتدي أدرس العميل اللي انا عايزه اوجه له البراند ده او المنتج ده عشان اقدر اوجه له الكلام اللي انا هقوله له ده بالطريقه اللي هو يستوعبها ويقدر يصدقها ويتفاعل معاها ويقدر يثق فيا، فبالتالي يختار المنتج بتاعي ويكون مبسوط ويكرر التعامل اكتر من مره. فانا كاني بجد بدرس هويه العميل علشان اقدر اكسبه، عشان احاكي بالمنتج بتاعي الهويه بتاعته عشان اقدر اكسبه. وده كمان اللي بيحصل لما بتيجي تدعي بأي دعوة ربنا ممكن يكون ما بيحققهاش على طول في وقتها لأن انت مش جاهزة تستقبليها دلوقتي، فيبتدي يجهزك بالتدريج ويغير فيكي شوية بشوية بالاختبارات وبالابتلاءات وبالمواقف لغاية اما تكوني جاهزة للحاجة دي، فتبتدي تحصل في حياتك كده فجأة. فانت فاكره ان هي حصلت فجأة؟ لا، انت دعيتي بيها زمان وربنا ابتدى يجهزك بالتدريج علشان تقدري تستوعبيها لما يجي وقتها. في النهاية انت مش مستنية حياتك تتغير عشان تبقي نسخة جديدة من نفسك، انت محتاجة تبقي النسخة الجديدة دي عشان حياتك تتغير، فابدأي من جواكي واللي بره هيتغير لوحده. لو عندك اي سؤال سيبيهولي في الكومنتات، لو نفسك اتكلم عن اي موضوع له علاقة بالموضوع ده مثلا تفصيل اكتر او مواضيع تانية انت مهتمة بيها برضو اكتبيها لي في الكومنتات، انا بقرا كومنتاتكم كلها وبرد عليها. وسلام.